السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو تجديد غرفتي. الفيديو ده بصراحة انا مصوراه من بدري. بس قلت انزله لكم دلوقتي عشان انا حصلت لي ظروف وكده وكنت تعبانة شوية، وان شاء الله هتعرفوا كل حاجة بعدين. آه ده شكل الغرفة بعد ما جددتها. انا طبعا هوريها لكم قبل وبعد، بس دلوقتي هوريها لكم بعد ما اتجددت. انا طالبة 2 اباجورة للاتنين كومود، وان شاء الله لما يجوا برضو هوريهم لكم. ده شكل الكوستر اللي انا اشتريته معاكم وعامله لكم بيه فيديو مشتريات. لو ما شفتوش روحوا شوفوه. الكوستر ده كان من محل روما، كان ب20 جنيه، وهو شكله جلد كده ولونه ذهبي عشان الستايل الغرفة كله ذهبي زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. وده شكل السرير وده كمان ودي كمان شكل التسريحة. التسريحة انا عاملاها نظام طاير كده زي ما انتوا شايفين، واغلبية الافكار انا جايباها من على برنامج بنترست. والتصميم ده انا ما خدتوش من عند اي حد خالص، انا طبعا لازم اضيف لمستي في اي حاجة، حتى لو شايفة التصميم عند اي حد لازم برضو اضيف ذوقي. وده كان ذوقي في التسريحة، يا رب يعجبكم. بس وده البانكت بتاعها والمشترك ده انا حطاه عشان اوريكم الاضاءة اللي هي بتاعه البروفايل ليد. وده شكل الدولاب، هو الدولاب كان ظرف وانا حولته جرار. كان بصراحة شكله متهالك جدا ومتكسر، فكده كده قلت طالما كده كده انا هجدد الغرفة بتاعتي وكده، هعمله جرار. اولا الجرار ما بياخدش مساحة في الغرفة، وكمان بيبقى سهل جدا ومش سهل في التكسير ان هو يبقى يعني عملي وكده، فاهمين؟ بس وده شكل الجرار زي ما انتم شايفين كده. وانا حبيت شكل الدولاب يكون هادي كده وبسيط زي ما انتم شايفين. عملت فيه مراية بالطول، وكمان الاكسسوارات اللي فيه مش كتير، هو بس برواز حوالين الدولاب وحوالين المراية، وقطعتين كده على الضرفتين، قطعة من فوق وقطعة في الضرفة التانية من تحت. وبس كده، يعني البساطة بتكون حلوة في كل حاجة. بس وده شكل السجادة اللي اشتريتها برضو معاكم من الوكالة، وعامله لكم بيها برضو فيديو مشتريات في نفس فيديو المشتريات اللي انا بقول لكم عليه. لو ما شفتوش روحوا شوفوه. السجادة دي انا كنت جايباها من الوكالة، وكان سعرها حلو جدا. بصراحة هي النساجون الشرقيون وكثافتها عالية، كثيفة يعني مش خفيفة، وشايفين خامتها عاملة ازاي. خامتها حلوة جدا، وهي زي ما قلت لكم مش خفيفة ومش تقيلة برضو، يعني كويسة. بالنسبة للاكسسوارات هتلاقيها كلها في العتبة، وهتلاقي كل الحاجات اللي انتي بتحبيها يعني، واللي هتختاريها ان شاء الله هتلاقيها. تعالوا دلوقتي نشوف الغرفة قبل التجديد، ونرجع مع بعض تاني نشوف نكمل اللي احنا كنا بنقول. وده يا بنات شكل الغرفة قبل ما تنزل للنجار. افتكروا شكلها كان عامل ازاي وهيبقى عامل ازاي ان شاء الله. دي الظرف اللي متشالة. شايفين قد ايه الغرفة كانت متهالكة ومتكسرة، رجعت جديدة تماما. يعني لو عندك اي غرفة ايا كان شكلها ايه هيطلعلك بالستايل اللي انت عايزاه. وده شكلها بعد التجديد والتغيير. شايفين فرق قد ايه؟ فرق كبير جدا طبعا، واكيد انتوا واخدين بالكم من الفرق، وقد ايه النجار شاطر وطلعها زي ما انا كنت عايزة بالظبط، ويمكن احسن كمان.
مشترك ده عشان اوريكم الاضاءه دي، والاضاءه دي برضو لو عايزين تعرفوا. انا ما حبيتش اعمل اللمض اللي هي النظام القديم ده، النظام الجديد، وزي ما قلت لكم اسمه بروفايل ليد، بيكون احلى كتير من وهو من عند حد محترم جدا جدا، وكمان المحل ده رخيص جدا، بيبيع كل مستلزمات الكهرباء من الالف للياء. لو عايزه منه اي حاجه هيوصلها لك، وهيوصلها لك بسعر حلو جدا جدا. شايفين شكلها لما بتنور بتبقى عامله ازاي؟ ده بيبقى شكلها. شايفين شكلها حلوة قوي قوي قوي. وبصراحة كان ارخص سعر، احنا سألنا كتير جدا وهو ده كان ارخص سعر، وارخص محل حرفيا بيبيع ادوات كهربائية، كل مستلزمات الكهرباء بالنسبة وكمان مش بس بيبيع ادوات الكهرباء، انا شارية من عندهم الاير فراير اللي هي القلاية الهوائية، وكمان شارية من عندهم الفلتر المحمول اللي انت ممكن تشيليه تروحي بيه اي مكان مصيف، اي مكان انت عايزاه تفلتري بيه المية في اي مكان. وكمان عندهم الخلاطات، وعندهم بوتاجازات بلت ان وفرن بلت ان باسعار كويسة جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم جدا. للتسريحة هنا حاطة الفرش، ودي برضو وريتها لكم في فيديو المشتريات. كل الحاجات دي انا موريها لكم في فيديو المشتريات، لو ما شفتوش روحوا شوفوه. تمام كده دي. وهنا انا حاطه البرفان بتاع جوزي، والبرفان اللي انا بستخدمه، شويه حاجات كده. ودي حاطه فيها قطن الودان، ممكن تحط فيها قطن الميك اب. تمام. ودي اللي برضو كنت شاريها معاكم، اللي هي بيتحط فيها الشمع الالكتروني، ودي البرفان بتاعتي. وهنا بقى عايزه اقول لكم، لو انتي عروسه بقى ما يفوتكيش جابونيز شرب لسوم اللي هو بتاع زهرة الكرزة اليابانية ده، تحفة تحفة تحفة. بصي ريحته ثابتة، ريحته تحفة قوي، هيعجبك جدا جدا والله، ومش هتستغني عنه، وهتستغني عن حاجات تانية كتير. وده الكريم بتاعه بتاع الجسم، يعني ده السبراي وده الكريم. وده بقى شوية حاجات اللي هو السيرم والفازلين وده مرطب بس غالي قوي قوي قوي، يعني ده افضل منه. تمام كده، بيدي نفس النتيجة في الترطيب يعني. وده فيتامين اوميجا 3، وده برفان كان من اوريفلام. بصراحة ريحته هادية، وريحة النظافة كده ريحته جميلة جدا جدا جدا، ولو جربتي ان شاء الله يعجبك قوي. براحتكم يعني لو عايزين تجربوا. وده كونسيلر فيتمي، ميبلين فيتمي، وده بتاع فيتمي، واغلب الحاجات بتاعت فيتمي، بس ده بتاع بورجوا. وده سيرم للشعر اللي هو سيرم طبيعي يعني. تمام كده. هنا بقى حاطه واقي الشمس والفاونديشن الزياده والحاجات دي، والضوافر والحاجات دي يعني. تمام كده. هنا شويه ارواش كده ودي شنطه سواريه كده كيوت لحد ما انزل اجيب بقيه الحاجات اللي ناقصه الغرفه. وهنا حاطه المكوى والسشوار والفرش. وهنا حاطه القطن الزياده والحاجات الزياده. تمام كده بس. وده بالنسبه للتسريحه. بالنسبه للدولاب انا طبعا قلت لكم كل التفاصيل، وقلت لكم الاكسسوارات جايباها منين، ولو عايزين تسالوني على اي حاجه اسالوني وانا هرد عليكم في الكومنتات. تمام كده. بالنسبه للشجره دي انا جايباها من درب البرابره، كانت ب200 جنيه. ودي الشاشه دي جايباها من كارفور في العرض شهر واحد. تمام كده. ودي الستاره برضو حبيت اختارها باللون الذهبي، بحيث ان الديكور كله ذهبي، فاخترت ستاره باللون الذهبي. بصراحه كان سعرها حلو جدا، كانت القطعه عامله 120 جنيه. تمام كده. وستاره بشيفون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حبيت الشكل يبقى هادي جدا، محبتش اعمل اي افوره في الغرفه، وانتوا هتشوفوا شكلها قبل وبعد، هتشوفوا فرق كبير جدا جدا. ولو عايزين تسالوني عن اي حاجه اسالوني.
بس ده كان شكل السرير، والقماش المستخدم فيه كان جلد مقلوب، وده افضل حاجة بالنسبة لك تجيبيها للكابوتونيه علشان التنظيف وكده، يسهل عليكي عملية التنظيف. انا عاملة السرير زي ما انتوا شايفين كده، داير ما يدور يعني زي ما بيقولوا، وكمان الظهر، يعني ممكن تعملي كمان يعني جناب السرير تعمليها زي الأوضة كده، أو تعمليها كابتونيه زي ما تحب. بس ويا ريت تقولوا لي رأيكم فيها ايه، ولو في حاجة انتوا شايفينها انا مش شايفاها، غير ان الأوضة ناقصها بس الاتنين أباجورة، يا ريت تقولوا لي. ولو عايزين كمان تسألوني على اي حاجة، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا اكيد هرد عليكم. بس هي دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة، ودي كانت الغرفة بعد التجديد. يا رب تكون عجبتكم. بالنسبة للمروحة اللي متعلقة في السقف دي، احنا في الصيف بنحب الهواء اكتر من الديكور، فعشان كده قررنا نشيل النجفة ونحط المروحة. قبليها كنا جايبين تكييف صحراوي، بصراحة ما عملش اي حاجة وما حبيناهوش، فقررنا نشيل النجفة ونحط المروحة. بس ممكن الفترة الجاية ان شاء الله نركب تكييف ونشيل المروحة، عشان شكلها مش عاجبني خالص في الغرفة، وما بقاش لايق على الغرفة الجديدة. تمام كده. بالنسبة للأستاذ محمد اللي أنا جايبة من عنده الحاجات اللي أنا بقولكوا عليها، اللي هي الإير فراير والفلتر والحاجات دي، عندهم البوتاجازات البلت إن، وعندهم حاجات تانية كتير. هما زي شركة مستوردة كده، بيستوردوا الحاجات بأسعار حلوة جدا جدا. ممكن كمان يفيدوكوا بالحاجات اللي عندهم. لو عايزين منهم أي حاجة هسيب لكم رقمهم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك، وباي.